بقول لك ايه يا صاحبي، كنت عايز اكلمك في موضوع. قول يا زميلي. انت ليه لحد دلوقتي ما اتجوزتش؟ يعني هما اللي اتجوزوا خدوا ايه؟ ما هو كلهم زعلانين وقرفانين ومتنكدين. استفادوا ايه من الجواز؟ يعني انت مش نفسك حد يهتم بيك؟ يقول لك مالك يا حبيبي، ايه اللي مزعلك؟ تيجي من الشغل قرفان تروح البيت تلاقي حد عامل لك لقمة حلوة تاكلها، سريرك نظيف، هدومك مغسولة، كل ده مش نفسك فيه؟ يا اسطى، انا بس مش عايز ابقى مغفل واتدبس زي ما غيري كتير من صحابي والشباب اتدبسوا، وانت برضو اتدبست. انا اتدبست؟ انا مين ضحك عليك وقال لك كده؟ ده انا عايش عيشه حلوه يعني، ومراتي بتعمل لي اكل كل يوم. كل يوم يعني تعمل لي اكل يعني. اي نعم انا بغسل الصحون، بس هي اللي بتعمل اكل برضه يعني. وانت بقى عايزني اتجوز عشان اغسل الصحون زيك؟ يا عم ما حدش قالك تغسلهم، ما تسيبها. انت بس بتساعدها يعني من باب الذوق كده، من باب الرجولة بتساعدها. لكن لو انت مش عايز تغسلهم براحتك. يعني زي انا كده مثلا يعني، براحتي كده يعني. طب انا ايه ذنبي في ان انت راحتك تغسل الصحون؟ انا مال انا؟ يا عم بلاش الصحون، يعني انت عايز تقولي ان انت مش نفسك كده تلاقي حد كده يحضنك كده بالليل كده؟ ولا هتفضل تحضن في المخدة كتير؟ ومين قالك بس ان انا بحضن في المخدة؟ ما انا عندي اللي بحضنه برضه، بس مش لازم اتجوز. ايه ده؟ انت بتخبي عليا؟ انت تعرف بنات من ورايا؟ انت بتحضن في مين؟ قول الحقيقة، اعترف. يا ابني انت دماغك راحت بعيد، انا قصدي ان انا بحضن في امي عادي يعني، ست الحبايب يا حبيبة انت. امي مش تفهم غلط. يعني انت هتتجوز ولا مش هتتجوز عشان ابقى فاهم؟ يا ابني انت حد موثق عليا؟ ما تسيبني في حالي، ما انا عايش مبسوط اهو. انت مالك؟ انت اتجوز ولا مش اتجوز؟ خليك انت يا عم في بيتك، وانا خليني في شعري زي ما انا كده يعني، مالكش دعوه انت بيا. لا بس انا برضه عايزك تتجوز، ومن حق الصداقه اللي ما بينا انصحك واقول لك ان انت تتجوز، عشان مش ينفع تبقى عازب كده وقطر الحياه عمال يفوت وانت قاعد مكانك ما بتعملش حاجه. بص من الاخر كده، انا شايف لك عروسه، فاتجوز وخلص. يا عم انا مش متجوز اغنيها لك، انا مش متجوز. يا ابني افهم، ما انا مش هديك اي عروسه، ده واحده بنت ناس وحلوه، فما اسمع انت بس ومالكش دعوه بالباقي. هو انت تعرف واحده بنت ناس برضو؟ وبعدين انت جبتها منين دي مين العروسه اللي انت قصدك عليها؟ دي البنت اللي انا كنت ماشي معاها قبل ما اتجوز. بس هي طيبة يعني وغلبانة قوي ومكسورة ومحتاجة اللي يقف جنبها، فانا ما لقيتش حد استأمنه عليها غيرك انت، عشان كده انت هتتجوز خلاص وهتخطبها. يعني انت عايز تديني البنت اللي انت كنت ماشي معاها؟ يا راجل ده انا صاحبك، دي اخرة العشرة اللي بيني وبينك، في الاخر تعمل معايا انا كده؟ يا ابني ما هو انت واخد اي واحده؟ ده انت واخد واحده من تربيتي انا، واحده طالعه من تحت ايدي يعني. شوف انت بقى لما تكون واحده طالعه من تحت ايد صاحبك يعني هتبقى طالعه عامله ازاي؟ لا يا عم يفتح الله، يا عم انا لما عاوز اتجوز هبقى انا واحده واتجوزها، انا مالكش انت دعوه بالقصه دي. خليها لك يا اخويا، الشارع محل اربعه، روح انت اتجوزها. على الاقل هي تربيتك وتربيتك تنفعك انت، مش تنفع حد تاني. ماشي بس خد بالك، انت كده بتخسرني. بالسلامة يا صاحبي، أشوفك على خير.